الجو ده مش محتاج غير ايس كريم. هنعمل مع بعض النهارده ايس كريم طعمه حلو قوي بطريقه جديده. كمان بيعمل معاكي كميه حلوه جدا. عملته على شكل تورته، كان شكله حلو وطعمه حلو. ودلوقتي يلا بينا على طول نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما ابدا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا. اول حاجه حضرت بوله وهجيب كيس جيلي، ودلوقتي هبتدي ان انا افضيه. مكتوب على العبوه ان انا استخدم 500 ملي ميه، انا استخدمت 300 بس. ودلوقتي ضفت 300 ملي ميه سخنه. 300 ملي ميه يعني حوالي كوبايه وربع. ودلوقتي هقلبه كويس جدا وبعد كده اسيبه يبرد، وممكن اشيله في التلاجة شويه. ودلوقتي جبت نص كوبايه كريم شانتيه، هنخلها كويس جدا. وهنا انا نخلتها، انا عاده ما بنخلش، نخلته عشان عندي بقاله فتره ممكن يعمل تكتلات. وهضيف عليه كوبايه الا ربع ميه متلجه، وهضربه كويس جدا جدا. ودلوقتي انا بضرب الكريم شانتيه كويس جدا، ولاحظت ان هو تقيل معايا وان هو ممكن كمان يستوعب ميه تاني، فحطيت ربع كوبايه ميه متلجه، ربع كوبايه ميه متلجه، يعني توتال اللي انا حطيته كوبايه كامله. ودلوقتي ضربته كويس جدا. انا هوصل لقوام مظبوط جدا زي اللي بعمل بيه التورت. ودلوقتي هحط عليه الجيلي. الجيلي مجرد ان انا بسيبه يبرد خالص، ممكن احطه في التلاجة لو ساقع عادي، لو عامل جيلي برضو تمام. بضربه كويس جدا جدا، لازم يكون ناعم معايا خالص. وبعد كده بحطه في صينية او في علبة. انا هنا حطيته في صينية عشان التصوير مش اكتر يعني. ودلوقتي خرجت منه الهواء، حطيته هنا ليلة كاملة، يعني حطيته يوم كامل وطلعته تاني يوم. هتشوفوه دلوقتي. ودلوقتي طلعته من التلاجة بعد ليلة كاملة، طلعته من الصينية بتاعته، فكت بسهولة جدا الحمد لله. زينته بعنب، وكمان كسرت اللون بنعناع، كان شكله حلو قوي وطعمه حلو. هو طبعا لسه يعني جامد، بس استنيت عليه شوية لما فك، وابتديت ان انا اعمل منه بولات كده، كان طعمه حلو قوي بجد. دي البولات اللي انا عملتها. طعم حلو ولون حلو، وكل حاجة فيه كانت حلوة بصراحة. وعمل كمان كمية حلوة قوي، مش شرط تحطوها في صواني، ممكن يعني علب تلاجة عادي جدا. بتمنى لو انتوا استفدتوا فعلا من الفيديو تعملوا لي شير وتشتركوا في القناة.